إنها وهران في زمن الشوق، وفي فصل الخريف الذي يفاجئ شوارعها وأحياءها بحزن شديد في شهر سبتمبر من كل سنة. حزن عنوانه قصة بلبل كان هنا قبل أن يتوقف عن التغريد منذ 20 سنة. خريف حزين إنها وهران في زمن الشوق، وفي فصل الخريف الذي يفاجئ شوارعها وأحياءها بحزن شديد في شهر سبتمبر من كل سنة. حزن عنوانه قصة بلبل كان هنا قبل أن يتوقف عن التغريد منذ 20 سنة. خريف حزين كالعادة لا يتوقف عن مساءلة وهران عن ابن حي قنبيطة الشاب حسني. أين رحل؟ أين اختفى صوته؟ لماذا توقف هذا البلبل عن التغريد؟ ومن كان السبب في ذلك؟ ولأي حساب ومصلحة وقع ما وقع منتصف الخميس 29 من سبتمبر عام 94، يوم أزهقت روح الشاب حسني أمام مسمع وأنظار حي قنبيطة على بعد أمتار قليلة فقط من مسكنه. أسئلة مثيرة في فصل حزين لا تجد سوى أنين هذا البلبل الذي فهم القصة قبل الجميع ربما، فراح يسترسل في البكاء دون أن يفسح عن السر ولا أن يشرح باقي تفاصيل قصة الغدر التي كانت تنتظره. باب ربما تجد تفسيراتها في محيطه العائلي المحافظ، فهو كان يزاول نشاطا آخر غير الرياضة. كان يهوى الغناء منذ صغره، فلم يكن يترك أي مناسبة أو احتفال إلا وتقدم نحو المنصة، بل حتى وقرر ولوج العالم الذي كان يهابه وكان يخشى أن يؤدي إلى إثارة غضب أفراد أسرته. ومع ذلك فإن حسني يبدو أنه كان مصرا على تحدي هذه العقبة، وساعده في ذلك ربما بعض الجيران الذين كانت تربى حسني. ومع شهرته زاد الطلب على أغانيه حتى تحول إلى أكبر مزعج لباقي الفنانين، باعترافه هو شخصيا بالنظر إلى مضايقات تلقاها من طرفهم أو سلوكات لاحظها عليهم، خاصة عندما حطم الرقم القياسي في عدد التسجيلات وصار يطرح أكثر من ألبوم في الشهر الواحد، قبل أن تأتي حادثة إشاعة وفاته في حادث مرور، وهي الإشاعة التي نشرت على صدر صفحة إحدى اليوميات وخلفت تأثيرا واضحا على مسيرة المرحوم حسني، حتى قيل إنه عايش جنازته وهو حي يرزق، بالنظر إلى التوافد الكبير لمئات من محبيه على بيته العائلي بحي قنبيطة، ما جعله ربما يقرر مراجعة إنتاجاته الفنية، وهو الموقف الذي عبر عنه من خلال تصريح صحفي شهير. وربما أيضا بسبب موانع عائلية. في هذا المكان بالذات كان يجلس الشاب حسني يركز، يردد، ثم يضبط آخر الرتوشات مع مقربيه، من أمثال الموزع الموسيقي حسين شريط الذي عمل معه في أكثر من 50 ألبوم، ويبقى هو الآخر يتذكر اللقاءات الأولى التي جمعتهما رفقة كتاب كلمات شاركوا جميعا في بزوغ ظاهرة الشاب حسني.
هذا الرجل أيضا يعرف الشيء الكثير عن الشاب حسني. هو محمد سانكريبان، أول من اكتشفه وأول من دفع به إلى ولوج عالم التسجيل باستوديوهات وهران. هو مطلع على تفاصيل عديدة لأن تأتي حادثة إشاعة وفاته في حادث مرور، وهي الإشاعة التي نشرت على صدر صفحة إحدى اليوميات وخلفت تأثيرا واضحا على مسيرة المرحوم حسني، حتى قيل إنه عايش جنازته وهو حي يرزق، بالنظر إلى التوافد الكبير لمئات من محبيه على بيته العائلي بحي قنبيطة، ما جعله ربما يقرر مراجعة إنتاجاته الفنية، وهو الموقف الذي عبر عنه من خلال تصريح صحفي شهير. البروبليم ماشي تاع الشاب حسني، هذه اللي كنفهمها البوبليك. البروبليم تاع لي زيديتور بيناتهم، هما عندهم دي بروبليم، دي بتي بروبليم بيناتهم. الور سمع باللي قال فلان ايديسيون فلانيه غادي نخرج شاري تاع حسني، الاخر يدير باري، الا كان عنده شريط واجد يدير باري، مي ان شاء الله جو برومي كاع البوبليك اللي يبغي يحسني واللي يبغي الراي سافا شونجي كومبليتمون او ماكسيموم دو بون. حسني المبتهج والمنتشي بحفل ملعب 5 جويلية غاب عنه أن هذا الإنجاز الفني لم يكن سوى مسمارا دق في نعشه، ولم يعلم أيضا أن قرارا ما اتخذ في مكان ما بولاية وهران يقضي بتصفيته، لكن ليس قبل 14 شهر قضاها مدبرو جريمة اغتياله في تعقب كل حركاته وأنشطته وسفرياته، إلى أن جاء يوم الاغتيال، يوم تقدم نحوه شابان كانا يرتديان ألبسة عادية، فأخرج واحد منهما مسدسه ووجه إليه رصاصتين غادرتين أردته قتيلا، فمن وقف وراء جريمة الاغتيال. من هنا من ملعب 5 جويلية بالعاصمة نسجت الخيوط الأولى لجريمة اغتيال الشاب حسني. أطراف لم يرقها ما فعله الشاب حسني فقررت تصفيته بعد أن عجزت عن اغتيال شخصية فكرية وثقافية مرموقة بوهران، هكذا تقول الحكاية. لكن من هي هذه الجهة ومن نفذ عملية الاغتيال ولصالح من؟ لكن قبل ذلك من أخبر هذه الجهة أن الشاب حسني الذي كان متواجدا بإسبانيا سيحل بوهران يوم الثلاثاء 27 سبتمبر، أي يومين فقط قبل تنفيذ عملية الاغتيال؟ إجابات عن هذه الأسئلة وعن أسئلة أخرى ترقبوها في الجزء الثاني من حسني